السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على كسر اعلى الورك. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، عشان بس تبقوا عارفين انواع الكسور بتاعة اعلى الورك. انا ممكن الراس تتكسر ودي ليها طريقة علاج، والعنق يتكسر ودي ليها طريقة علاج، وما بين المدوريتين ليها طريقة علاج، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. المدوريتين دولت اللي هو النتوء الخارجي والداخلي الكبير والصغير، وبعد كده اسفل المدوريتين. احنا هنتكلم النهارده على دي الكسر اللي هنا. انا بس في شويه حاجات بقى كده دي اللي تهم حضراتكم تبقوا عارفينها. اولا، هو بيحصل في كسور الهشاشه فوق ال60 في 90% من الحالات. طيب، وفي الستات. فمادام هو الكسر دوت مشهور قوي من ضمن كسور الهشاشه، يبقى الطبيعي حضرتك انك تعالج الهشاشة. وعلاج الهشاشة دلوقتي بقى اسهل بكتير قوي من ايام زمان، لان مشكلة علاج الهشاشة بتبقى في صعوبة او تكلفة التحاليل والعلاج كمان. دلوقتي الكلام دوت بقى متوفر على التأمين، فما بقاش لحضرتك اي نوع من انواع الحرج او حضرتك انك ما تعالجيش الكلام دوت، لان المشوار او الاثنين او الثلاثة بالكتير دولت هيحموكي ل7 أضعاف 8 أضعاف حدوث الكسر في الهشاشة. يعني اللي بيعالج الهشاشة بيبقى نسبته أقل من اللي معالجش 8 أضعاف. يعني أنت بتتكلم مثلا في 20%، 20% إيه، 10%، 15% مقارنة ب100% اللي مقصود تقريبا برواية. فعشان كده بالنسبة لحضرتك لازم تتابع الهشاشة. واحنا عندنا محاضرة امتى بنتابع الهشاشة. طيب، برضو لازم تبقى عارف بالذات الناس اللي هي بتتابع اهاليها ان 50% بس من الحالات اللي بتستعيد الحالة اللي قبل. يعني يا دكتور الكسر لحم بس الحركة مش زي ايام زمان. للأسف ده من ضمن المشاكل بتاعت الكسر ده، ان هو ما بيرجعش لوضعه الطبيعي. ده 50%، يعني كل 10 في 5 منهم بالشكل ده. طيب، تأخير العملية احنا دايما بنقول ان كسور العظم مش فارق، بس احنا اخدنا مش فارق المدة، بس احنا اخدنا حاجتين بيفرق فيهم. واحدة منهم اللي هي كسور الكوع. كسور الكوع كل ما بتأخر عن الأسبوع بتبقى نسبة التيبسات عالية جدا جدا جدا. والتاني كسر اللي هو كسور الورك، لأن للأسف أجدد دراسات بتقول إن بعد 5 أيام معدلات الوفاة في أول سنة بتوصل ل 20%، يعني ده تلت الحالات. طيب، أسباب الكسر إيه؟ إحنا قلنا أهم حاجة عندنا إيه؟ الهشاشة، بس ده ما يمنعش إن هو بيحصل في السن الصغير. إمتى حادثة كبيرة جت على المنطقة دي؟ لا قدر الله أنا في عربية والخبطة جت عند المكان ده فعملت الكسر. طيب، ايه الاعراض بتاعه الكسر؟ زي اعراض اي كسر، بس هو في السن الكبير الصحه العامه مهمه. ليه بقى يا جماعه؟ لان عاده في السن دوت ممكن يبقى للاسف قاعد لوحده في البيت او قاعده لوحدها في البيت، وممكن تبقى قاعد وقعت على الارض ومش قادره تقوم بقالها للاسف ساعات كتيره. فاصلا هي بتبقى مهبطه. فكمان ان انت تستنى عليها الفحوصات والمخمضه بتاعه النقل وكلام زي كده ممكن تلاقي العيان تعب قوي ودخل في عنايه ودخل في مشكله كبيره، مع ان كان شويه ميه واكل على شويه محاليل كانت الدنيا هتبقى مستقره. انا بركز بس على الحاجات اللي تهم حضراتكم. طبعا هو مبقاش قادر يمشي وتبقى درجه الالم زي اي كسر بتبقى كتير. طيب،
بنعمل اشعات الايه العاديه والمقطعيه. يعني ده مكان الكسر اهو، ده اللي ما بين المدوريتين، ادي مدوريه اهي ودي مدوريه اهي. ايه العلاج التحفظي؟ ما عندناش علاج يا جماعه تحفظي للكسر ده، يعني ما فيش ادويه، ما فيش حاجه اسمها ادويه ينفع يعني ما ينفعش ادي لاهلي حاجه تخلي الموضوع يلم. انزل وديه المستشفى، يعني انزل وديه المستشفى، بلاش الاستسهال بالشكل ده. طيب بعد ما راح المستشفى الحاله الصحيه بتاعته شبه مستحيله ان هو ينام، بنحط تحت مخدر موضعي، هندي موضعي، بنركب مثبت خارجي. ما هوش احسن حاجه بس بيفرق كتير قوي مع العيان. هو كده كده ما ينفعش ينام، تخدير قرر انه ما ينفعش ينام، فخلاص بنثبته برضه ما بيتسابش. طيب امال ايه بقى العلاج الجراحي اللي هو العلاج الجراحي يا جماعه في اعلى الفخذ بقوا بيسموه العلاج التحفظي، يعني العلاج التحفظي بتاعه هو الجراحه. طيب ايه الانواع؟ ممكن نركب حاجه اسمها شريحه جانبيه ومسمار منزلق بالشكل ده، وده عاده في الكسور المستقره بيبقى كسر بسيط. طيب وفي اللي احسن منه اللي هو المسمار النخاعي، ده عاده في الكسور اللي ايه الغير مستقره. المستقره ديت يعني بالبلدي بالنسبه لك عدد الكسور متفتته، او الدنيا وحشه قوي لدرجه والسن كبير قوي فمش نافع تثبيت ومش نافع مفصل كلي، فبنعمل مفصل نصف. من شويه كان في سؤال اللي هو ايه الفرق ما بين ثنائي القطبين وطويل الجذع. ثنائي القطبين دوت المقصود بيه النصف مفصل، وطويل الجذع المقصود بيه الكلي، بس بدل ما الجذع صغير كده هو بيبقى طويل تحت، ده في حالات معينه. فيبقى احنا عندنا انواع العلاج الجراحي، يا اما مسمار منزلق، حاليا بقينا بنفضل الايه المسمار النخاعي. طيب ايه المميزات بتاعه المسمار النخاعي؟ الفتحه بتبقى صغيره، كميه النزيف بتبقى قليله، فبالتالي الصدمه الجراحيه على المريض بتبقى اقل. ايه يا جماعه الصدمه الجراحيه دي؟ هو انا يعني مثلا لما تلاقي في البحث الاولاني في المقدمه لما تيجي تقول ان هو في 20% للاسف بيتوفوا في اول سنه بالذات مع تاخير الجراحه. هو ايه الفكره في الموضوع؟ ان الجراحه نفسها والكسر نفسه، الكسر ده بيسموه صدمه اصابيه، والجراحه بيسموها صدمه جراحيه. فكل ما تبقى الاصابه اشد ومدتها اطول، كل ما تبقى الجراحه اكبر ومدتها اكبر، تبقى نسبه ضعف اجهزه الجسم في التعامل مع الصدمه دي اكبر، فالمريض بيعجز فجاه اكتر ما هو معجز. فاهمين يا جماعه هي النقطه في ايه؟ فاحنا كل ما بيبقى التدخل محدود كل ما بيبقى ميزاته احسن. الجرح كل سنتي بتفتحه في الجلد اكبر كل ما بيعمل مشكله. الكلام ده مش بيفرق قوي مع الصغيرين. الصغيرين دلوقتي اللي هو 55 سنه عادي، ده يعتبر صغير، بس حقيقي من بعد ال60 الموضوع بيفرق كتير قوي في الكلام ده. طيب برضه دي من ضمن الحاجات المهمه قوي اللي حضرتك تعرفها. المضاد الحيوي يا جماعه 24 ساعه. احنا ما بنحبش موضوع المضادات الحيويه اللي بالاسبوع والاسبوعين. جرى العرف هنا ان احنا بنديه، بس لان ما بيبقاش العيان مقتنع ان احنا نكتب له 24 ساعه، ولما بيحصل لا قدر الله التهاب يقول عشان انا ما خدتش مضاد حيوي الا 24 ساعه. فاحنا حتى لما بنقول للعيان الكلام ده بيقول لا 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 انا هاخده لغايه لما اشيل البطن. برضه تقريبا العيان هنا في مصر بقى هو عايز علاج معين في دماغه، فخلاص بنعمل له اللي هو عايزه. طيب احنا دورنا بس ان احنا نبلغ مش اكتر من كده. طيب مضاد الجلطات شهر، برضه العيان بيقول لك لا كفايه اسبوع. ليه؟ عشان هو خايف. براحته. الجلطات هتدفع اضعاف لو لا قدر الله حصل.
ده لو الدنيا ماشيه كويس. العيان بيتحرك من السرير للكرسي من تاني يوم، ده ملهوش علاقه بان هو يحمل على الكسر. فتلاقي العيان اتحرك فحس ان الدنيا بقت مستقره فيبتدي يدوس، فرتك الدنيا بمنتهى البساطه، بالذات الكسور اللي متفتته. احنا بنقول حرك، لازم تحرك عشان تمشي الدوره الدمويه، وعشان تقلل الاصابه الحركيه، وعشان تنشط الاجهزه، عشان تحرك الامعاء فما يبقاش فيه امساك، وعشان تحرك الرئه الدوره الدمويه اللي فيها، وهكذا. بس ده ملوش علاقه خالص بالكسر نفسه. الكسر دوت مش قبل 3-4 شهور، على حسب الوضع ماشي ازاي. يعني انا هسمع انا ثبت ليه؟ يعني ايه ثبت ليه؟ ما هو انت لا، هو ده كسرك، الكسر بالوضع ده. انا بشرح لكم الحاجات اللي احنا بنقابلها لان الموضوع بقى سيء جدا. المشكله كمان بقى ان هو بيجي بعد كده بيبقى العلاج اصعب مليون مره من العلاج الاولاني، مع انه هو لو كان التزم بشويه التعليمات البسيطه دي وما شغلش دماغه وما كانش ابو العريس، كان الموضوع استقر عن كده بكتير. هو يعني الكسر ما يتحركش الا لو هو داس، لا بيتحرك، بس يبقى انت عملت اللي عليك عادي، بس ما يبقاش بايديا. بيراجع العياده يا جماعه بعد 10 ايام ل 14 يوم. تاني يا جماعه بلاش تشغيل الدماغ وتفك الغرز لوحدك في البيت. انا ما اعرفش انت ازاي بيجي لك قلب تعرف تعمل الكلام ده. ما اعرفش اللي بيركب مفصل وبيجي لنا اول زياره بعد شهرين، طبعا بيبقى حصل مصيبه، بيبقى بعد شهرين دوت انت بتعمل ايه؟ ليه بتعملوا كده؟ بيعمل اشعه كل شهر يا جماعه، كل شهر كتير. خلاص بلاش تعملها خالص. اقول لك ايه؟ لازم تعمل حضرتك كل شهر اشعه عشان نشوف نراقب الموضوع ايه، هل في تدخلات محتاجينها بدري ولا لا. ده عموما في معظم الكسور الكلام ده، مش بس هنا. طيب بنعالج الهشاش، احنا قلنا في الوقايه من الاول عالج الهشاش. طب ما حصلش وحصل كسر، اعمل هشاش، عالج الهشاش، بس ما بنعالجش الهشاشه قبل ما الكسر يلحق، لان علاجات الهشاشه بتقلل لحام الكسر نفسه، فبنستنى لما الكسر يلحق. هتلاقي بعد كل الكلام دوت برضه العيان ما بيفرقش معاه هشاش. ده كله عشان ما يجيش بتاكسي للتأمين. ايه المشاكل اللي عندنا؟ الالتهابات. طبعا الالتهابات دي واردة جدا في كل العمليات ومن غير عمليات. فانت بتشتغل على الالتهابات ديت بالمتابعة بدري بدري، بيختلف، لانه لو هو شديد قوي بدري بدري بننضفه عشان نخلص من الموضوع. طيب الالتهابات مستقرة والدنيا بسيطة بنعالجها بالمضاد الحيوي سواء كان بالبوق او بالوريد. طيب انت لما يبقى في التهابات وقعدت شهرين، انت مستني ايه؟ ما خلاص ركب حاجه اسمها بايو فيلم على الجهاز ومفيش اي حاجه مختلفه. طب هو كله بننظف؟ لا، على حسب الحاله، بس برضه تاني تكون عملت اللي عليه. طيب ممكن يبقى في تيبسات في مفصل الفخذ، بس عاده ما بتاثرش على الحركه. فانت ما تستغربش ان حركه المفصل بتاعتك مش زي الاول، آه آه لان غالبا هي مش هتتحرك على الوظيفه. يعني ان شاء الله لما يحمل كسر بتتحرك عادي. بيحصل قصر في العظمه لما بتبقى متفتته، وعشان كده هو اللي بيقلل موضوع القصر دوت المسمار النخاع، عشان كده احنا بقينا بنفضله دلوقتي. انا شرحت لكم دلوقتي الحاجات اللي هي تهم حضراتكم في الموضوع ده. والله يكرمكم يبقوا يعني خلي بالكم من السلايد دي قوي، واول سلايد مهم قوي ان حضرتك تهتم بنفسك. وقلنا مليون مره ان الكلام ما بقاش دلوقتي على انا مش معايا فلوس اتابع في عياده او غير عياده. الاستاف موجود كله في مستشفيات التأمين والمستشفيات التعليمية، وحتى المستشفيات المركزية. فحضرتك محتاج تروح دوريا زي ما الدكتور بيقول، وبيبقى مكتوب لك التعليمات على الكارت.
طيب مش الافضل، المفروض ان كل ما العمليه بتكبر كل ما بتتابع مع الجراح نفسه. فانت الاقيني انا قاعد في العياده بتاعه التامين وتلاقي لي جايين لي ناس عاملين جراحات في حته تانيه وجايين يتابعوا معانا. لا اصل انا عايز اتابع مع حضرتك. انتوا يا جماعه بتفكروا ازاي؟ ازاي ازاي بتعمل كده؟ هعرف اقول لك ايه؟ انا ما شفتش حاجه على عظمك، لا اعرف حاجه. بعد الفتح ما بيبقاش فيه معرفه. تابع مع الجراح بتاعك بعد اذنك. صحه حضراتكم تاني. السلام عليكم.